السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده الكشري الاسكندراني. جربي طريقتي وان شاء الله تعجبك. اول حاجه هننزل معلقه كبيره من السمنه الفلاحي او الزبده او السمنه العاديه زي ما انت حابه. السمنه بتديله طعم حلو قوي. وكمان هننزل شويه زيت كده على حسب الكميه بتاعه الرز والعدس الاصفر اللي انت هتعمليها. تمام. اول ما الزيت بتاعي يسخن جدا هنزل المقدار اللي انا عاملاه يا بنات كوبايتين من الرز المصري وكوبايه من العدس. ممكن تحطي يعني الاتنين قد بعض، كوباية وكوباية، بس انا بالنسبة لي ده كويس قوي. هبتدي اشوحهم كده، طبعا مغسولين ومتنقيين وزي الفل ومتصفيين. ابتدي اشوح فيهم يا بنات كده على النار وما سيبش المعلقة، لازم اشوح فيها كويس جدا. انا عايزه الماده الدهنيه تغلف الرز والعدس بتوعي. نزلت عليهم بشويه من الملح وشويه من الكزبره الناشفه وكمان شويه من الكمون. ممكن تكتفي بالملح بس، او الكزبره او الكمون بس. تمام. بصوا مفلفل ازاي، طبعا لسه لا ضفنا ميه ولا اي حاجه. بفضل اشوح فيها بنات لحد ما يديني النتيجه اللي انتوا شفتوها دي، ان هو اتغلف بالماده الدهنيه وكمان لونه اتغير بس ما يبقاش لونه غامق. هنزل عليه بالميه المغليه. مقدار الرز المصري يا بنات كل كوباية مية ليها، كل كوباية رز لها كوباية مية. مقدار العدس بقى كل كوباية عدس ليه نص كوباية من المية المغلية. طبعا قلبته كده وهغطيه. دلوقتي بقى المية خلاص نشفت منه، يعني ابتدى يتشرب خلاص. هوطي النار عليه خالص وابتدي اقلب كده من تحت لفوق وهسيب المعلقة فيه. دي تكة مهمة جدا علشان حتى لو عجن معاكي يديكي نتيجة حلوة ومفلفلة. هغطي عليه بس كده حوالي دقيقة او دقيقتين، وبعد كده زي ما انتوا شايفين الرز مفلفل الحبة بحبتها. بعمل معاه ايه؟ بعمل معاه طماطم مخللة او طماطم بالدقة وبطاطس محمرة. ممكن تعملي معاه بيض مدحرج او اي حاجة.